زيارة سريعة ليلتين بكوالالمبور. خليني أخبركم شو عملنا. نزلت بأوتيل الدبليو، من أرتب الأوتيلات الموجودة، نظافة وترتيب بالغرف وإطلالة على المدينة وإطلالة على التوين تاور. ثابت كانوا عاملين سي فود نايت وكل شي لايف ستيشن وفريش. طبعا كل المواصلات بالرحلة كانت مجهزة من الحمرا ترافل بالتعاون مع امباسي الاينس. الدرايفر خاص بيحكي عربي وانجليزي ومعنا 24 ساعة اون فاير. بلشت نهاري برحلة على كي ال تاور على ارتفاع 421 متر، كاشف المدينة كلها من فوق، وبتقف على ازاز شفاف وبتشوف كل شي تحتك. ما حقرب كتير من الخوف. وبعدين رحنا على باتو كيف، بتتسلق 200 درجة لتوصل للكهف. هيك تبطلها، بس الموضوع صراحة كتير بيستاهل. اكتشفنا الكهف وشفنا التمثال العملاق، طعمينا السعادين الموجودين هنيك. وبآخر النهار رحنا على منطقة اسمها جنتينج، بتبعد ساعة عن كوالالمبور. طلعنا على روف توب اسمه هارفرلاند، موجود على الطابق ال51 على علو 1800 متر. قاعد بين الغيوم فعليا انت. الهدوء والمنظر جبارين، ونصيحة جيب جاكيت لأنه الوضع فريزر فوق. تنظيم الرحلة كلها وبكل تفاصيلها كان من الحمرا ترافلز، حسابه نحط لكم اياه بالكابشن.